الله يرحم سيد حيدر الحلي، أختم بعد. الله يرحم سيد حيدر الحلي. سيد حيدر الحلي كان عنده قصائد حولية. إخواني ليلة الجمعة بيكم حيل تذبون دم على الليلة على الحسين؟ يا الله، ليالي مباركة وليلة الجمعة. يكتب قصائد حولية. حولية يعني شنو؟ يعني كل سنة قصيدة واحدة. لما كتب قصيدة العينية سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، وكان طبيعة سيد حيدر ما يقرأ القصيدة لا لزوجته لا لأطفاله لا الناسه أبدا. أول قصيدة ما يقراها إذا كتبها وأكملها وين؟ يجي إلى كربلاء يقراها بحرم الحسين، يجمع علماء كربلاء ويقرأ لهم القصيدة. أول ناس يقرأ لهم القصيدة علماء كربلاء بحرم الحسين. هاي طبيعة سيد حيدر. كتب العينية، أكملها ما حد يدري بيها بس هو، أطفاله ما يدرون بيها، زوجته ما يدري بيها. ركب ناقته وتوجه إلى كربلاء حتى يقراها في حرم الحسين لعلماء كربلاء. سيد حيدر الحلي بالطريق وهو جاي للحسين عليه السلام شاف رجل عربي راكب على ناقة، يقول شفته يمشي بالصحراء وهو اجى علي قال لي سلام عليكم سيد حيدر. قلت تعجبت، السلام عليكم سيد حيدر شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله. لكن سيد حيدر يقول ما انتبهت هذا شلون يعرفني. يقول بعد أنسيت مو نسيت أنسيت. قلت له عليكم السلام يا رجل ورحمة الله وبركاته. يقول قال لي سيد حيدر اقرأ لي قصيدتك العينية. أولا مش مدري أنا كاتب قصيدة، اثنين مش مدري عينية، أولادي ما يدرون بيها. يقول هم ما انتبهت. قلت له يا رجل هاي شوية قصيدة عربية فصحى صعبة وانت مبين عربي ابن بادية، يعني خاف الكلمات ما تكون صعبة عليك ثقيلة عليك، ولهذا اتركني وشأني، أنا قصيدتي ما أقراها إلا في حرم الحسين، أنا مو شاعر شعبي حتى أقرأ لك، شعري شوية صعب. يقول التفت لي قال لي سيد حيدر اقرأ لي قصيدتك العينية. قلت له يا رجل دعني وشأني. قلت له يوم منين جاي علي؟ أقول لك أنا ماشي الحسين أبدأ أقرأها. قال لي سيد حيدر لا تؤذيني، اقرأ قصيدتك العينية ما أعوفك، اقرأها. قلت له ما تعوفني؟ قال لي ما أعوفك، اقرأها، أنا جايك هنا حتى استمع لها. يقول اقرأت له مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريع. اللهم صالح. مبين سيد حيدر ما متأذي. مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة فما أبقى التحمل غير أشلاء جزوعة. يقول شفت هذا الرجل العربي يجي يقلب كفيه هكذا ويقول يا سيد حيدر الأمر ليس بيد، الأمر ليس بيد يا سيد حيدر. يقول ما انتبهت. شنو ليس بيد؟ يقول ما التفتت. أكمل سيد حيدر أكمل. يقول قرأت ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. يعني إذا كربلاء ما تهيجك شنو يهيجك؟ يقول شفت لا مو عقاما يجرى. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. يعني تنتظر تجي فجيعة أكبر من كربلاء، يصير فجيعة أكبر من كربلاء. يقول قرأت للفجيعة حيث الحسين. ايش بيه أبو علي؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدام. هنا سيد حيدر أمام كلمتين، خيل العدا كسرت ضلوعه مثلا. لا ما قال كسرت، لا شو يقول سيد حيدر؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه. يقول شفت هذا العربي يصيح وجده وحسينه. يقول هم ما انتبهت هذا منه، ما انتبهت. يقول بعد قليل قتل ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضي. يقول قال لي كفاك سيد حيدر لقد قطعتني
وسقط من الناقة على الأرض وغاب عن بصري فعرفته سيدي ومولاي. عبد الله الرضيع خلى الإيمان يطيح من الناقة على الأرض. شلون دمعتك بتطيح على عينك العبد الله؟ أبو علي ليلة الجمعة نريد نكون ضيوف عبد الله الرضيع يا أبا عبد الله. زينب قالت للحسين خذوا إلى القوم الطفل راح يموت يا أبو علي. قام يغمى عليه بين الساعة والأخرى عطشان. أخذ أبو علي بركة الله يطول باي. أخذه الحسين عليه السلام. كل مرة الحسين يروح للقوم بجواده. بني أمية يقولون هاي المرة الحسين طلع يمشي على رجليه ما شايل ويا سيف وضام شي جوا ملابسه. لما اقترب من القوم يقولون فتح هكذا الملابس وإذا به طفل رضيع تحت الرياض. يقولون أخرجه ورفعه 6 أشهر. الله أكبر. ولهذا الإمام المهدي هم راح يشيله. يقولون ما ذنبوا هذا الطفل الرضيع حتى يذبح من الورين. شاله ودعا الأقوام يا لله ما الخطب الفظيع نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع. ولكم بني أمية لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع. شد محمد لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. انشق المعسكر. قسم يقول اطلوا ماي، قسم يقول لا تبقوا لأهل هذا البيت باقيا. نادى عمر ابن سعد حرملة اقطع نزاع القوم. يقول قلت له شو اسوي؟ قال لي ارمي الطفل بسهم. اوالي عليك ابا عبد الله. يقول خليت السهم بكبد القوس ادور عن مكان. يقول بعد قليل واذا اشوف رقبة الرضيع مثل ابريق الفضة تلمع. قلت ماكو غير هذا المكان فضربت الرضيع بنحري. رحم الله من نادى وسيداه ورضيعه. يا بتلك حسين دم الطفل بيده اشحاله يجتلب حضنه وليده. يا بشاله وترس جفه من وريده دبل السما وللقاع ماره. خلك اكسر قلبك بعد. ما يخالف. خل اطول 5 دقائق عليك ما يخالف. ما طول اكثر من 5 دقائق. لا هنا بدك تكسر قلبك بعد. المختار رحمة الله عليه لزم حرملة قال له ولك تعال حرملة تعال ادور عليك صار لي فترة. وحرملة يقولون انت قاطع قلب الحسين يوم العاشر غنيه. وحرملة اعترف شو مسوي؟ قال له امير انطاني 7 سهام اخطأت ب4 واصبت ب3. قال له ولك وين ال3؟ قال له الاول بعيني يا ابن الفضل العباس. قال له سود الله وجهك يا مجرم. بعد قال له سيدي الثالثة والزاد الناقب قلب الحسين. الزاد المذلد حسينا. قال الجمعة يا شيعة الحسين ابو علي انظرنا بامك فاطمة. قال له ولك الثالث حرملة عذابك عسير. قال له امير الثالث برقبة الطفل الرضيع فذبحته من الوريد الى الوريد. قال له حرملة وين تأثرت؟ قال له تأثرت لما السهم دخل برقبة الرضيع اخرج يديه من القمام واحتضن ابوه الحسين. عمي قلبك ابو علي عمي قلبك حسين. عمي قلب هذا. بعد يكسر قلبه. الحسين يقولون بقواقف دقيقة ما رجع للخيام الاسد بقواقف. ليش واقف؟ احتار شي يسوي ابو علي لان الام تنتظر. شي يقولها؟ بقى يفكر ايش اسوي. خلى الطفل جوا رداءه مثل ما جابه. رجع اول من استقبل الحسين عليه السلام امه. قال صيحي لي زينب.
الله أكبر. جت سكينة بصف زينب. سكينة قالت له أخذته باكيا أرجعته ساكتا، أخوي شرب ماي. شال الرداء، شافت السهم بركبة أخوه، صاحت يا أبويا الطفل عني دغطي دغطي، أبويا دغطي دغطي، أنا مالي قلب يا حسين صدري، أبويا أشوف أدبي أشوف أدبي حومات رجلي، أبويا ذنب الطفل شنين مسوي، أبويا عطشان ما حد ما يسقي. بعدين جابوا الأم أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء. زينب ضمت الطفل، اجت الرباب قالت له سيدتي أريد وليدش والحسين تأخر، وين ابني؟ زينب قالت لها رباب وين عدل الأكبر استشهد، وين القاسم رباب استشهد، فلان فلان استشهد. قالت لها رباب عظم الله لك لك، ابني راح؟ اي راح. وينه؟ هذا وياه، اخذته خليته بكاروك. يا ابني بداعت امك نام يا وليدي. تحت وياه. يا ابني الخاطر امك، يا ابني الخاطر امك نام يا وليدي، نام يا وليدي، ترى المني تريده ما يصح بيدي. يما ترى المني تريده ما يصح بيدي، واكثر من وريدك يا بسوري. ليلة 11 زينب تدور على الرباب، ما هي الرباب؟ وين الرباب؟ ما هي الرباب؟ طلعت زينب بجسد الحسين، سمعت صوت الرباب تبكي يم الحسين، ها رباب. تدرون عبد الله على صدر ابوه، ها رباب. قالت لها سيدتي انا جيت ارضع ابني ما شرب ماء، درني يا بنت حدا يا ثايا